أهلا بيكم معايا. أنا سلوى وده بودكاست نقطة ومن أول السطر. حلقة النهاردة بعنوان اتعودنا. بنعرف إن نظرنا ضعف قوي لما بنلبس النضارة وننسى إن احنا لابسينها ونروح ندور عليها في كل مكان. بنتعود عليها علشان بيها بنشوف أحسن. شعور التعود على الأشياء أو الأشخاص من أخطر الشعور اللي ممكن يتملكنا. أحيانا بنختار إن احنا نتعود، وأحيانا تانية بيتفرض علينا التعود، بس الأكيد إن اللي بنتعود عليه بيبقى صعب نبعد عنه حتى لو بيأذينا. إيه اللي بيخلينا نتعود على حاجة أو حد؟ الاحتياج، الضعف. ونخلينا في موضوع النضارة كمثال. لما نظرنا بيضعف وما بنبقاش شايفين كويس بنحتاج النضارة علشان نعوض ضعف النظر، وبعدين نتعود عليها وننسى إن احنا لابسينها. بننام ونقوم بيها، بقت جزء مننا. يمكن هنا التعود مش مضر، بس بيبقى صعب أو مستحيل نشوف من غيرها بعد ما تعودنا عليها، وبنحس بفرق كبير قوي بيها. بنتعود على ركوب العربية علشان أسهل وأسرع من المواصلات أو المشي. تعودنا على الموبايل ووسائل التواصل والرسائل والقهوة اللي ما بنفوقش إلا لما بنشربها. تعودنا على رفاهيات ما بقتش بتسعدنا، لا وإيه بتكلفنا كتير، بس تعودنا. حاجات كتير تعودنا عليها وأدمناها وبقت جزء مننا، كتير منها باختيارنا وكتير منها مش محتاجين له أساسا، بس اتعودنا كمان على سلوكيات بتوجعنا. المجاملات المبالغ فيها، التظاهر بأن كل حاجة تمام وإحنا كويسين، التضحية والكرم المبالغ فيه لإرضاء اللي حوالينا واللي عمرهم ما بيرضوا على فكرة، الصبر على اللي بنحبهم لغاية ما يجرحونا. اتعودنا على أشخاص وما بقيناش شايفين نفسنا إلا بوجودهم في حياتنا، وكتير منهم بيمشوا بيسيبونا مع أول مفترق طرق، بس اتعودنا. أي حاجة هنتعود عليها مع الوقت هندمنها، وساعتها مش هيبقى عندنا القدرة إننا نفرق ما بين الضروري منها لحياتنا والمؤذي منها. لازم قبل ما نتعود على أي حاجة أو أي حد نسأل نفسنا، يا ترى احنا محتاجين نتعود على الحاجة دي أو الحد ده؟ يا ترى وجوده في حياتنا ضروري مهم يعني، ولا بيملى خانة وخلاص؟ يا ترى لو الحاجة دي أو الحد ده مش موجود هيفرق معانا ولا لأ؟ يا ترى الحد ده يستاهل يكون في المكانة دي ولا لأ؟ لازم نسأل نفسنا قبل ما نتعود، مش بعد، علشان ما نتصدمش ونندم بعد كده ونلاقي نفسنا قدام سؤال ما بيتغيرش. ليه عملوا فينا كده؟ ليه؟ هو ده اللي نستاهله بعد كل ده؟ طب ليه؟ سؤال ملهوش إجابة حقيقي. هم نفسهم مش عارفين هم عملوا كده ليه، وانت مفيش إجابة ممكن تريحك وتخليك تلتمس ليهم العذر. يبقى بتسأل السؤال ده ليه؟ هنقابل ونفارق، هنتفق ونختلف، هنحب ونكره، هي الدنيا كده. اللي يبعد عنك ويتحجج بالظروف والمشاغل واللي سيبه، ابعد انت اكتر. ومادام ما قصرتش في حقه وما غلطتش ما تسألهوش ليه، بالعكس سهله طريق الخروج من حياتك. انت اللي غلطت من الأول لما ما سألتش نفسك قبل ما تتعود عليه وأدمنته وبقت حياتك متعلقة بيه. ما سألتش نفسك يا ترى يستاهل ولا لأ. وقبل كل ده لازم تتعلم تبقى قوي. الضعف والاحتياج هو اللي بيخلينا نحتاج لحد يعوض الضعف اللي جوانا ويحسسنا بالأمان اللي احنا مفتقدينه. لازم تحب نفسك الأول قبل ما تستنى الحب ده من أي حد. حب نفسك، صدق إنك تستاهل الحب من غير تنازلات وتضحيات خيالية. لازم تعرف وتصدق إن قيمتك لازم ما تقلش في حياة غيرك
عن قيمته في حياتك، وساعتها هيبقى عندك التوازن والقدرة على تقدير الناس باللي يستاهلوه، ومش هتبقى فريسة سهلة للتعود على أي حاجة أو أي حد. وزي ما تعودت على حاجات كتير وناس أكتر ملهاش قيمة طول حياتك، اتعود دلوقتي بقى على إنك أنت المهم. اعرف نفسك، قدرها وتعود عليها وحبها. ومش معنى كده إنك هتحرم نفسك من كل حاجة أبداً، ولا إنك هتعيش لوحدك طول حياتك، بالعكس، بس هتبقى عندك القدرة إنك تدي كل حاجة وكل حد قيمته الصح. ومش هتستمد قيمتك ولا قوتك إلا من نفسك ومن اللي يستاهلوا يكونوا موجودين في حياتك بجد، مش من أي حد. ويوم ما تتعود على حاجة أو حد، هيكون التعود ده باختيارك، ومش هتقول اتعودنا وانت بتتوجع، هتقولها وانت سعيد، لأنك ما بقتش ضعيف. ونقطة ومن أول السطر. كنت معاكم أنا سلوى، وده بودكاست نقطة ومن أول السطر.